اهلا وسهلا بكم اصدقاء هذا البودكاست ومقدمه الوسيم. انا نور الدين. دي حلقه جديده من بودكاست نورنا، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن كل حاجه ممكن تنور حياتك وتخليها اسرع واسهل، وتفتح مخك للتساؤلات وافكار جديده ومتنوعه. عشان تعرف كل جديد عن البودكاست اتاكد انك متابعني على تويتر @نورروكس. ولو دي اول حلقه ليك ما تنساش ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت واكتب لي تعليقاتك واسئلتك واقتراحاتك للحلقات الجايه سواء هنا او على تويتر. اتمنى الحلقه الجديده تعجبكم. يلا بينا نبدا. النهاردة دكتور لاف is in the house. هل لاحظت أو لاحظتي إن في نمط متكرر في علاقاتك؟ وأنا بقى مش بتكلم بس عن العلاقات العاطفية، لكن كمان عن أشكال العلاقات اللي فيها أنواع تانية من الحب، زي الصداقة القريبة مثلا. أكيد كتير مننا لاحظوا ده، صح؟ أكيد قعدت كتير تفكر أو تفكري يا ترى ليه أنا بقع بشكل متكرر في نفس الرجالة أو نفس الستات كل مرة؟ ليه كل خازوق كل مرة هو مع أشخاص مختلفين؟ ليه في نمط بيتكرر في علاقاتي ومش قادر أفهم أو مش قادر أفهم السبب؟ فكرت في ده قبل كده؟ يعني مستعد أراهن إن النسبة لا بأس بيها من المستمعين فكروا في هذا السؤال قبل كده، عادة وهم واقفين الصبح قدام المراية وبيضربوا نفسهم بالقلم. هل لاحظتم بقى مثلا إن انتوا بتبقوا دايما الطرف الأكثر حماسة في علاقات؟ او العكس، حسيت ان دايما في علاقاتك او في علاقاتك انت دايما الطرف اللي مشاعره اقل او حبه اقل، والطرف التاني مشاعره مدلدقه بزياده بالنسبه لك؟ هل انت او انت بتبقي كلينجي قوي وهي تقيله، او العكس؟ هل انت غيوره وهو بارد؟ هل النمط ده ايا كان ايه هو بيتكرر؟ بص، باختصار، لو لاحظتوا ان في انماط غير صحيه في علاقاتكم وحاسين ان انتوا دايما بتغلطوا في علاقات مش مناسبه، مش صحيه، مش satisfying emotionally، مش مناسبه كلونج تيرم، فحلقه النهارده يمكن تكون بدايه محاوله فهم اعمق للمشكله دي على مستوى الشخص لكل واحد. بالنسبه لي حتى انا كمان، يعني كمقدم هذا البودكاست الوسيم. النهارده هنتكلم عن انماط الارتباط ونظرية الارتباط أو الاتاتشمنت ستايلز بتاعتنا. إيه الاتاتشمنت ستايلز دي يا حاج؟ يا ستي، هو نمط الاتاتشمنت ستايل ده هو نمط أو باترن سلوكي معين بيدور حوالين علاقاتنا كأفراد، وهي نظرية يعني بدأ تطويرها على إيد سايكولوجيست بريطاني اسمه جون بولبي في الخمسينات، واتطورت يعني بأشكال مختلفة بعد كده، وبتقسم أنماط الارتباط لأربع أنواع رئيسية. هما الارتباط الآمن أو المستقر أو السكيور اتاتشمنت، والارتباط القلق الغير مستقر أو بنسميه المقاوم اللي هو الانشس اتاتشمنت، والارتباط الاجتنابي الرافض أو بيسموه الافويدنت اتاتشمنت، وأخيرا الاجتنابي الخائف أو الفيرفول avoidant attachment. ايه بقى الانماط دي؟ معناها ايه؟ بتتكون ازاي في حياتنا؟ ايه الاصل النظري والتاريخي للموضوع؟ ازاي نعرف انماطنا الشخصية وانماطنا في العلاقات؟ هل نقدر نغيرها ولا لا؟ ولو نقدر نغيرها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. يلا بينا نبدأ. نظرية الارتباط أو الاتاتشمنت ثيوري بدأ تطويرها وتوصيف فكرة سلوكيات الارتباط عامة في الخمسينات على إيد سايكولوجيست بريطاني اسمه جون بولبي. الفكرة بتقول إن نمط الارتباط وستايل الارتباط الخاص بالفرد يعني بيبقى تكوينه في الطفولة المبكرة كاستجابة لعلاقته بالكير جيفر أو الراعي الأول اللي هو عادة بيكون الأم. فباختصار النظرية بتقول إن شكل ونمط العلاقات والارتباط اللي أنت بتكونه كبالغ adult يعني بيعكس الداينامكس او شكل العلاقه اللي انت حظيت بيها مع الراعي الاول في طفولتك. نمط الارتباط ده جزء منه هو الطريقه اللي بتستجيب بيها انت عاطفيا للطرف الاخر في العلاقه، وازاي بتتفاعل في العلاقات عاده. نظريه بولبي كانت ان الاطفال في الطفوله المبكره بيميلوا للارتباط بالراعي الاول عاطفيا وبيحسوا بديستريس او كرب وبيحاولوا يدوروا عليه لما يغيب، وان دي صفة تطورية قابلة للتكيف، لأن وجود علاقة مع الراعي الأول حاجة ضرورية جدا من أجل بقاء الطفل.
لان الطفل حسب اللي بيديهوله الراعي بيتكيف في استجابته عشان يحتفظ بالعلاقه دي وبيتمسك بيها، لان الطرف ده هو اللي بيوفر له الرعايه والامان، يعني ده لسه طفل هيلبلس تماما مش قادر يوفر لنفسه اي احتياج. بعد كده جت زميله الدكتور بولبي ماري ازنورث، اتمنى اكون بنطق اساميهم صح، طورت البحث بتاع بولبي ده وبدات تميز وتحدد بقى ايه هي انماط الارتباط بتاع الاطفال دي وازاي بيتعاملوا عن الانفصال مع الانفصال عن الراعي. وانا قاصد اقول الراعي عشان ما احصروش في الام، لانه مش دايما بيكون الام، بس يعني اغلب الوقت بيكون الام. المهم عملت تجربه شهيره جدا في اوساط علم النفس في اوائل السبعينات اسمها السترينج سيتويشن او الموقف الغريب. باختصار التجربه دي عملت فيها ايه؟ جابت مجموعه اطفال مع امهم في اوضه مليانه لعب وحاجات الاطفال بيحبوها، والراعي فضل معاهم وقعد يلعب معاهم وبتاع، او خلينا هنكمل نقول عليها الام يعني. وبعد شويه الام بتنسحب وتسيب الاوضه وتمشي، وبعد فتره بترجع تاني. القائمين على التجربه بقى بيعملوا ايه؟ بيراقبوا سلوك الطفل لما الراعي ده او الام مشت، وسلوكه لما رجع، وشكل تعلق الطفل بيها. ومن هنا بداوا يصنفوا السلوكيات دي مع تكرار التجربه، ووصلوا مع تكرار التجربه بقى للتصنيف الشهير المكون من 4 انواع رئيسيه. بعض الاطفال لعبوا واستكشفوا بحريه. لا ايه هي يعني ال4 انواع؟ بعض الاطفال لعبوا واستكشفوا بحريه لما امهم كانت موجوده. اول ما مشيت بداوا يظهروا علامات حزن وكرب، لكن لما رجعت الام قدرت بسرعه وبسهوله تطمنهم تاني. النمط ده اسمه الارتباط المستقر او السكيور اتاتشمنت. بعض الاطفال بقى التانيين كانوا ميالين لتجاهل او تجنب الام من قبل ما تمشي اصلا، واظهروا عواطف قليله قوي قوي عند مشيانها وعند رجوعها، تجاهلوها تماما يعني. الدكتوره ماري كان عندها نظريه ان السلوك الاجتنابي ده كان الاطفال بيخبوا بيه قلقهم وخوفهم الحقيقي من غياب الام. ولما تعمقوا وقاسوا ضربات قلب الاطفال اتاكدوا من صدق النظريه دي، انه السلوك الاجتنابي ده الهدف او محاوله لاخفاء قلقهم وخوفهم الحقيقي اللي موجود فعلا. النمط ده اتسمى الارتباط القلق او الغير مستقر، اللي هو الانشس افويدنت او الانشس اتاتشمنت. بعض الاطفال كانوا اوريدي في حاله كرب وضيق من قبل رحيل الام وبيعيطوا وبيدبدبوا، واظهروا حزن وضيق شديد لما مشيت، وحتى لما رجعت كان تطمينهم يعني او الام حاولت بقى تطمنهم انها رجعت كان بصعوبه شديده جدا، وبعضهم ما اطمنش برضه. الباحثين كمان لاحظوا رغبه عند الاطفال دول في معاقبه امهم على الرحيل ده، عن طريق انهم فضلوا يعبروا عن غضبهم بشكل عنيف ويعيطوا ويدبدبوا، رغم ان هم داخليا بقوا مرتاحين اكتر لما الام رجعت. النمط ده اتسمى anxious resistant او الارتباط القلق المقاوم او القلق الغير مستقر. واخر نوع كان فيه اطفال انماطهم غير متزنه ولا منظمه، ساعات فيها خوف من الراعي، ساعات غضب، ردود افعالهم كانت all around the place يعني مش ثابته، ودول كان اسمهم او تسموا الديس اورجانيزد او الارتباط الغير منتظم. ويمكن ده اقل نوع اقلهم انتشارا واقلهم في الدراسه لغايه دلوقتي يعني. ومن هنا النظريه دي بدات تبقى اقوى وتاخد شكل واضح. بعد كده بقى في الثمانينات جه دكتور فارلي ودكاتره تانيين وبداوا يربطوا بين الانماط بتاعه الارتباط بتاع الاطفال ده وانماط الارتباط عند البالغين بعد كده، ويعملوا ابحاث مختلفه يعني عشان يشوفوا شكل الارتباط ما بين انماط الطفوله والكبار. وفي سنه 98 دكتور كيلي برينن ومجموعه من زمايله، وهتلاقوني عامه كل الحاجات اللي انا بقولها دي حاطط لكم مصادر ليها تحت يعني، عملوا مجموعه تجارب مهمه ومشهوره في علم النفس، وصلت ان هم بقى رسموا الماتريكس اللي نعرفها دلوقتي اللي بتصنف الارتباط حسب عاملين رئيسيين. العامل الاول هو القلق المصاحب للارتباط او اللي بيسموه attachment style anxiety او attachment related anxiety و attachment related avoidance اللي هو القلق المصاحب للارتباط والاجتناب، والقلق والاجتناب المصاحب للارتباط. كل فاكتور من دول ممكن يبقى عالي او واطي، وبالتالي تخيل معايا كده ان انت دلوقتي يبقى عندك ماتريكس ممكن يبقى قلقك من الارتباط واطي وسلوكك الاجتنابي عالي او العكس. فحسب درجتك في كل واحده من الاثنين قد ايه انت عندك قلق مصاحب للارتباط وقد ايه عندك سلوك اجتنابي مصاحب للارتباط، بتتحدد انت في انهي كوادرانت. فباختصار كده انت هتبقى في مربع من 4، يا اما لو انزايتي وافويدنس عندك الاثنين واطيين، ساعتها انت سكيور اتاتشمنت، انت الامن الجميل اللي كلنا نفسنا فيه. يا اما قلقك من الارتباط قليل لكن سلوكك الاجتنابي عالي، وده اللي بنسميه النمط الاجتنابي او الافويدنت. يا اما قلقك عالي واجتنابك قليل، وده نمط قلق غير مستقر، اللي هو الشخص اللي بيبقى
كلينجي شويه ومتوتر من مشاعر الطرف الاخر وقلقان، يا اما اصعب نوع اللي هو قلق عالي وسلوك اجتنابي عالي، وده الفيرفul افويدنت اللي هو لا بيحبك ولا يقدر على بعدك. ده بيمثل نمط صعب فيه تجنب وقلق دائم من الهجر في نفس الوقت. بس يعني ما تشغلوش بالكم بالانواع دي، لسه هتكلم عنها بتفاصيل اكتر وبعمق اكتر قدام شويه. في الفقره الجايه هنتكلم عن ازاي بقى احنا بيتم تكوين النمط ده عندنا في الطفوله، وبعدين هنخش بعمق اكتر في شرح تفصيل كل نمط وازاي نعرف النمط بتاعنا لو ما كناش ميزناه اوتوماتيك واحنا بنسمع الشرح. وننهي الحلقه بالكلام عن السؤال المهم: هل نقدر نغير هذا النمط اللي اتكون في الطفوله؟ ولو ما نقدرش طب نعمل ايه؟ ولو ينفع طب نغيره ازاي؟ وده اللي هنعرفه في الفقره الجايه. الباحثين نظريتهم ان نمط الارتباط الخاص بالطفل بيتم تكوينه في العام الاول من حياته، عاده ما بين اول 7 ل 12 شهر، وبيتم تحديد النمط حسب استجابه الراعي الاول لاشارات الطفل لما يبقى في حاله كرب عاطفي او ديستريس. ازاي الراعي بيتعامل مع ده؟ لان زي ما احنا عارفين الرضاع بيتولدوا هيلبلس، عاجزين عن فعل اي شيء لانفسهم، فهم هارد وايرد ان هم يدوروا ويلزقوا نفسهم او يرتبطوا براعي قادرين يعتمدوا عليه في تلبيه احتياجاتهم وحمايتهم. جودة الرابطة دي سواء كانت رابطة محبة ومستقرة والراعي فيها مستجيب لإشارات واحتياجات الطفل، أو كانت غير منظمة أو غير مستقرة أو حتى غايبة تماما، بتشكل في عقولنا نمط الارتباط اللي بيأثر علينا بعد كده باقي حياتنا في إزاي نتعامل مع العلاقات ومع الخسائر خاصة العاطفية. ورؤيتنا لشكل هذا الارتباط الأول هي اللي بتشكل رؤيتنا عن الارتباط بعد كده، وده معنى الحب بالنسبة لنا. بس برضو مهم نعرف حاجة: الراعي الأول ما هوش المؤثر الوحيد في شكل نمط الارتباط الخاص بيك، هو مؤثر الأهم والأكبر طبعا ما فيش خلاف، لكن العلاقات التانية اللي بنكونها في سننا الأولى أو العلاقات المهمة أو العميقة في حياتنا خاصة في مراحل الطفولة والمراهقة بيبقى برضو ليها تأثير على نمط علاقاتنا بعد كده. ودايما أظن أي واحد فيكم لو سألته عن العلاقات اللي كان ليها تأثير عليه هيبقى فاكر كام علاقة حصلت في حياته، سواء بقى كان وهو صغير أو كان وهو أكبر شوية او هو مراهق او هو في الجامعه او غيره. علاقات لا يمكن ينساها وحاسس ان ليها يعني تاثير عميق على نفسيته او على قلبه يعني. فاحنا عندنا عامه نمط ارتباط اساسي بيبقى متكون في الطفوله، وانماطنا دي بيبقى فيها بعض التباين، مش شرط يبقى نفس نمط كل العلاقات، وده كمان مرتبط بالطرف التاني في العلاقه شكله ايه وطريقه تعامله ازاي وشعورنا بالامان في وجوده عامل ازاي. ده ممكن يخلينا نمط الطرف الاخر يخلينا احنا نفسنا نبقى نمط الارتباط بتاعنا يختلف من علاقه للتانيه حسب الطرف الاخر عامل ازاي. طيب تعالوا ناخد بقى غطس كده عميق شويه في فهم ايه هي الانماط الاربعه وازاي نعرف النمط بتاعنا، والانماط دي بتتفاعل مع بعض ازاي، يعني انهي نمط يمشي مع انهي نمط. وده اللي احنا هنقوله في الفقره الجايه. يلا بينا نبدا. نبدا بالنمط الاول، وده نمط محبب لقلبي عشان ده النمط المأندل اللي كان بتاعي، بس يعني الحمد لله بعد سنين من الشغل على نفسي اقدر اقول اني بعدت عنه، او يعني اتمنى اكون بعدت عنه. وهو نمط الارتباط القلق او الانشس اتاتشمنت. النمط ده علامته الرئيسيه هو شعور عميق بالخوف من الهجر او بالخوف من ان حبيبك يسيبك. يعني الناس دي اللي نمطها بتبقى انسكيور شويه في شكل ارتباطاتها وعلاقاتها، وبتبقى حاسه بينها وبين نفسها ان الطرف التاني ده هيسيبها فجاه، ودايما محتاج فاليديشن وتطمين من الطرف التاني انه لسه بيحبه. النمط ده بيبقى مرتبط بسلوكيات نيدي شويه وفيها نوع من الارتباط الكلينجي او اللزقه شويه. يعني الشخص ده مثلا ممكن يتوتر جدا لو حبيبه اتاخر في انه يرد على مسج مثلا بعته ليها او ليه، ويبدا يسبايرل ويفكر في انه حصل حاجه او الشخص ده بدا يبطل يحبك مثلا او كده. وده مش بس في الارتباط العاطفي، ده ممكن يحصل في علاقات الصداقه القريبه، انك تبدا تشكك في عواطف صديقك المقرب بسرعه مع اي اختلاف او اي تاخير في اظهار الحب بشكل دايم. وده طبعا بيبتدي يزهق الشخص التاني ويزقه بعيد. طبقا للسيرفيز تقريبا 19% من البالغين عندهم هذا النمط من الارتباط. واظن وانا بحكي اكيد في ناس منكم ابتدت تفتكر اكسات معينه ليهم. اظن اكساتي هيبقوا من ضمن الناس اللي بتفتكر اكسات ليها، بس يعني مش كلهم والله الامر. المهم النمط الثاني وده نمط صعب شويه اللي هو الاجتنابي.
ده بيبقى شخص عنده خوف واضح وشديد من الحميمية أو الانتمسي بشكل عام، ويبقى عندهم مشكلة في الاقتراب من الآخرين أو الثقة فيهم، لأن عندهم اعتقاد دفين كده إنه كده كده عمر ما العلاقة هتبقى مشبعة، وعمر ما الطرف التاني هيقدر يلبي احتياجاتنا. فعادة الشخص ده في العلاقات دايما بيبقى عايز يحط مسافة بينه وبين حبيبه، بيبقى ايموشنلي unavailable، وممكن الطرف التاني يبقى شايف إنه بارد أو كده، ويمكن حتى يكون بيشوف ان العلاقات اصلا حاجه خانقه ومش عايز يخش في علاقات، وبيفضل يعتمد على نفسه، مش عايز يعتمد على حد ومش عايز يبقى مع حد. تقريبا 25% من الناس عندها هذا النمط من انماط الارتباط، نسبه نوعا ما كبيره. في بقى نوع الفيرفول افويدنت او الاجتنابي الخائف، ده كوكتيل حزن بقى. ده اللي بيبقى سلوكياته اجتنابيه وفي نفس الوقت قلقان، يعني ده شخص هيموت على الحب والحميميه والاقتراب من طرف آخر، بس في نفس الوقت عايز يتجنب ده كسلوك بأي شكل، وحاسس بقى عنده رغبة شديدة في الشعور بالحب، وفي نفس الوقت رافض تماما تكوين أي علاقات عاطفية. أظن إن مستمعين كتير ميزوا في دماغهم الناس من النوع ده وأنا بحكي. عامة زي ما قلت لكم النوع ده ما اتدرسش كفاية لحد دلوقتي، وعادة النوع أو اللي عنده هذا النمط من الارتباط بيكون عادة مرتبط بمشاكل نفسية تانية ليها مرتبطة بعدم القدرة على تنظيم المشاعر وأحيانا العنف في التعامل مع العلاقات وكده. فيعني لو حد فيكم من هذا النوع فربنا معاكم يا شباب، وبجد سيك ثيرابي ات ويل هيلب الوت يعني. آخر نوع بقى اللي هو بسكوتة الجميل الآمن اللي كلنا عاوزينه، اللي هو الارتباط المستقر أو الآمن السكيور اتاتشمنت. وده الشخص فيه بيكون قادر على إعطاء وتلقي الحب، بيبقى قادر على الثقة في الآخرين والقرب منهم، وفي نفس الوقت قادر على وضع حدوده، ما بيكونش خايف من الحميمية، وفي نفس الوقت ما بيتصدش لما رفيقه بيحتاج وقت أو مساحة، قادر يعتمد على الآخرين من غير ما يبقى اعتمادي بالكامل. والخبر كويس إن 56% من الناس كده، طبقا للسيرفيز بتاعة مؤسسة هازن وفيليب شافر اللي عملوا الأبحاث دي من بداية الثمانينات. ويعني أحب أطمن إكسيتي إن أنا مؤخرا لما عملت الاختبار ده بقيت سيكيور اتاتشمنت، يعني قلت أعرفكم. المهم قبل ما ننهي الفقرة دي تعالوا نسأل السؤال المهم: نعرف النمط بتاعنا إحنا إزاي؟ ممكن تكون ميزت نفسك وأنا بشرح، بس لو لا أنا هسيب لكم كويز هايل علمي جدا عاملاه المؤسسة اللي اتكلمت عليها من شوية عشان تقدر تميز النمط بتاعك. وبرضو تعالوا نعمل مع بعض عشان تحسوا إن استفدتوا، يعني اختبار سريع كده ممكن يكون بداية لمعرفة نوعك. ركز معايا في ال3 فقرات اللي أنا هقولهم دول وفكر أنهي فيهم شايفها تنطبق عليك أكتر. أنا هقولهم ببطء شوية علشان تعرف تفكر وأنا بقولها. الأول، أنا بحس إن الآخرين بيبقوا عازفين أو مترددين عن إنهم يقربوا مني قد ما أنا عايز أقرب منهم. دايما بحس بقدر من الخوف إن شريكي العاطفي مش بيحبني بجد أو مش هيفضل معايا، وبحس أحيانا إني عايز أندمج تماما في الشخص الآخر وأقرب لأقصى درجة، والرغبة دي بتخوف الناس مني وتبعدهم عني. لو الجملة دي أنت شايفها بتمثلك فأنت نمط ارتباطك هو القلق anxious. رقم 2، بحس بسهولة جدا في القرب من الناس وسهل علي أعتمد عليهم وأخليهم يعتمدوا علي. مش بحس بقلق إن حد من القريبين ليا يقرر يبعد أو يسيبني، وبرضه مش بحس بقلق إن حد يقرب مني بزيادة. لو الجملة دي حاسس إنها بتمثلك فأنت نمط ارتباطك secure attachment أو آمن. رقم 3، مش بحس بالراحة في القرب من الناس وبحس بصعوبة شديدة في إني أثق فيهم. صعب عليا قوي إن أسمح لنفسي إن أنا أعتمد على حد، بحب أبقى independent تمام، وبتوتر لما حد يقرب مني بزيادة. عادة شركائي العاطفيين بيبقوا نفسهم إن أنا أكون أكثر قربا أو حميمية أو عاطفية معهم، وده بيبقى مش مريح بالنسبة لي. لو الجملة دي شايف إنها بتمثلك فأنت نمط ارتباطك avoidant أو اجتنابي. بس يعني لو حسيت حتى برضو إنك عرفت ستيل اعمل التست اللي هحط لكم اللينك بتاعه في الشو نوتس عشان تتأكد إنك فاهم الموضوع أكتر. طيب قبل ما نسأل السؤال بتاع أهمية بتاع التغيير اللي اتكلمنا عنه، تعالوا نتكلم في حاجة مهمة: أنهي أنماط من دول compatible مع بعض؟ يعني لو نمطك إيه الأنماط اللي فيه أمل إنك تكون علاقة لا بأس بيها مع الطرف التاني من غير ما تبقى توكسيك ومنال بنيلة؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفقرة الجاية. يلا بينا. فكرت في طريقة أنظم بيها الفقرة دي من غير ما أدي انطباعات يعني غلط،
فلقيت ان بشكل ما فكره اشارات المرور كويسه. يعني ايه؟ خلينا نقول ان احنا هنقسم البيرنجز او الكابلز دي بالالوان. لو قلت ان العلاقه دي اخضر فهي علاقه جميله، ربنا يوفقكم يا ابني، دوسوا على بركه الله، وابنك الاول سميه نور على اسمي والتاني سامح على اسم جدي. اصفر يعني توغل برفق، خش بالراحه وبعينين مفتوحه وانسحب لما تلاقي الموضوع مش ماشي، وخد الامور بالراحه. البيرنج ده فيه احتمالات للنجاح لكن مش بنفس السهوله ومحتاج وقت وجهد كبير من الطرفين، فلو عندكم استعداد ليه دوس. احمر اللي هو اهرب يا ياسين ربنا معاك، لما تشوف النمط ده ديلك في اسنانك، ولو كملت فلا تلومن الا نفسك. طيب نبدا بالرايق بالاخضر. لو حد من الطرفين نمطه سكيور اتاتشمنت امن، فهو الحقيقه قادر يتعامل مع اي نوع. طبعا المثال ان الطرف الثاني يبقى سكيور زيه، دي علاقه مثاليه، لكن القلب ما يريد يا ولدي. لو انت او الطرف الثاني عنده نمط ارتباط امن، فده ممكن يكون فيه الحقيقه الشفاء لبعض الانماط الثانيه. يعني الطرف الامن قادر على احتواء كل الانواع الثانيه، بل قادر ان هو يساعدهم ينضجوا ويغيروا انماطهم كمان، بس بشرط طبعا ان الطرف الثاني يكون واعي بنفسه وبيحاول فعلا ينضج ويتطور. بس مش قلقان يعني على الطرف الامن في العلاقه دي، لانه لو الطرف الثاني مش جاد او مش بيحاول فعليا، هو لوحده هينسحب ويحط حدوده لانه مش بيسمح لحد يأذيه. الاستثناء الوحيد هو الانشس افويدنت اللي هو النمط الرابع، اللي هو عنده قلق عالي واجتناب عالي. ده حتى لو انت سكيور اتاتشمنت سيبه ويطلع يجري، ده محتاج مساعده محترفه انت غير قادر على توفيرها ليه، هو محتاج فرق. طيب الانماط الصفراء بقى اللي هي العلاقه مش يعني شغاله. لو انت انشس ومع شخص تاني النمط بتاعه انشس، ليه ده بيمشي حلو؟ لان الاثنين دول عايزين نفس الحاجه وخايفين من نفس الحاجه، فهم ممكن يعرجوا مع بعض والدنيا تمشي، خاصه ان هم الاثنين عندهم فهم عميق لمخاوف الطرف الثاني لان دي نفس مخاوفهم. العلاقه دي الحقيقه ممكن تتطور لعلاقه قويه وجميله جدا لو الطرفين واعيين بانماطهم ومشاكلهم وبيحاولوا يشتغلوا عليها بشكل واعي وفي بينهم لغه حوار. ايه تاني يعتبر نمط اصفر؟ الاجتنابي مع الاجتنابي، برضه الاثنين عايزين نفس الحاجه، مساحه وشعور بالحب من غير حميميه شديده. عاده الاثنين دول بيكونوا علاقه فانكشنال، يعني شغاله بس المشاعر فيها مش كتير، كانهم روم ميتس اكتر ما هم لافرز يعني او حب. بس الحقيقه يعني الطرفين بيبقوا راضيين ومبسوطين بكده والعلاقه شغاله، وان كانت مش كامله قوي عاطفيا ولكن الطرفين كده مبسوطين. بس طبعا زي ما قلنا لو الطرفين عندهم استعداد يشتغلوا على القرب، في مساحه مشتركه يقدروا يقربوا فيها ويطوروا العلاقه، خاصه ان في جزء من العلاقه اوريدي فانكشنال بشكل كويس بالنسبه للطرفين وساتيسفاينج يعني. طيب الاحمر المخيف بقى الماتش ميد ان هيل، واللي انا شخصيا لبسته وطلع ميتين كتير، لانهم للاسف يعني النوعين دول رغم انه ده يمكن اسوأ بيرنج ممكن، ولكنهم بيتشدوا لبعض جدا، لانه الحقيقه ان كل نوع منهم هو رد فعل على ان الطرف او الراعي الاول كان النوع الثاني، فتعودوا مع الوقت ان هي دي العلاقات اللي هم متعودين عليها، فالنوعين دول بيتشدوا لبعض، فمحتاجين ياخدوا بالهم قوي ان هم ما يعملوش كده. بس في نفس الوقت المرور بالنوع ده من العلاقات الحقيقه كان بدايه ادراكي للمشكله وشغلي على التعافي، اللي هو الانشس او القلق مع الاجتنابي اللي هو الافويدنت. دول بيتشدوا لبعض جدا ودي علاقه مهببه بهباب يعني. ليه بقى؟ مصيبه سودا، طرف خايف من الهجر وعايز تطمين دايم وعايز يلزق للي بيحبه وعايز الطرف الثاني طول الوقت يعرفه انه بيحبه ويأكد له انه بيحبه، وطرف مش عايز القرب، مش عايز حميميه اصلا رغم ان عنده رغبه خنيقه دفينه فيها، وطول الوقت حاسس بالخنقه مع اي محاولات قرب وبيشوفها نوع من انواع انك بتسيطر عليه او بتخنقه او. فكل طرف اصلا تصرفاته بتزود قلق الطرف الثاني او سلوكياته الاجتنابيه، حاجه يعني ربنا ما يكتبها على عدوينك. فدي علاقه سيئه للغايه يوجوالي، ويعني الناس اللي عندها قلق او اجتناب يا ريت تاخد بالهم قوي، لان البيرنج ده بيتكرر كتير وبيشدوا بعض زي ما قلت لكم، دول اتراكتيف لبعض جدا للاسف. طيب نيجي بقى لسؤال مهم، اكيد كل اللي مكمل الحلقه لغايه دلوقتي هو ده السؤال الرئيسي اللي في دماغه. طب وبعدين يا ريس، يعني هل في امل نغير نمط الارتباط بتاعنا ده ونخرج بره الباترنز المهببه دي لو انا قلق، ولا انا كده لبست خلاص كده مفيش امل؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفقره الجايه، يلا بينا. فهمنا الانماط، عرفنا جت منين واتكونت ازاي، عرفنا ايه النمط بتاعنا، ازاي بقى نغيره.
علشان تشتغل على نفسك وتغير نمط ارتباطك العاطفي في 4 محاور، أو خلينا نقول 4 نصايح أساسية، 4 حاجات تشتغل عليها. رقم 1 الوعي والإدراك. إدراك أصلا فكرة الأنماط وفهم إيه هو النمط الارتباط بتاعك، وإنك ترفلكت كده على علاقاتك السابقة والحالية لو موجودة، وتحاول تفهم نفسك أكتر وتفهم تفاصيل النمط بتاعك في العلاقات، وتفتكر كده حتى فترة طفولتك وشكل علاقتك بالراعي الأول أو والدتك كان عامل إزاي، وتعيد صياغة وفهم قصتك الشخصية. ده أول خطوة في تغيير النمط. فمبروك بوصولك لنهاية الحلقة، أنت بدأت في أول خطوة. يبقى اشكرني بعدين، ممكن تشكرني في الكومنتات، يعني مش هتضايق خالص. لو أنت بتسمع على أبل بودكاست، يا ريت تشكرني بإنك تحط لي 5 نجوم على الحلقة أرجوك، وتكتب لي كومنت لطيف، هنبسط جدا. رقم 2 اشتغل على السيلف استيم بتاعك، على تقديرك لذاتك وثقتك في نفسك وحبك ليها. من الأسباب المشتركة في أغلب أنماط الارتباط الانسكيور هي اللو سيلف استيم. محتاج تشتغل أكتر على ثقتك في نفسك وتقديرك لذاتك. فكرة إنك تحب نفسك أو السيلف لاف، أنا فاهم إنها ممكن تكون صعبة على بعض الناس، خاصة لو جاية من ديب لو سيلف استيم، خاصة لو أنت كان تم تجاهلك أو إهمالك أو حصل لك أبيوز وانتظار. فعلى الأقل ابدأ بتقبل ذاتك. اللي أنا هقوله لك دلوقتي ده ليك وليا ولكل الناس اللي بتسمعك. أنت شخص، مجرد وجودك معناه إنك تستحق وإن ليك قيمة. وجودك في حد ذاته قيمة، لا شغلك ولا إنجازاتك ولا فلوسك ولا أي حاجة أنت بتعملها هي اللي بتديك قيمتك. أنت في حد ذاتك قيمة، وجودك قيمة، حياتك قيمة، وأنت تستحق كل شيء كويس، وتستحق الحب، وتستحق التقدير. وده كلام بفكر نفسي بيه قبل ما أفكركم بيه. أنت موجود، إذن أنت تستحق. رقم 3 تواصل مع نفسك ومشاعرك وافهمها وطمنها. في النهاية زي ما قلنا، كل أنماط الارتباط الغير صحي بتبقى جزء كبير من مشكلتها مخاوف من الهجر وعدم نجاح العلاقة. فحاول تفهم مخاوفك أكتر وتفكر في طرق تطمن نفسك بيها في علاقاتك. اعرف أنت محتاج إيه وعايز إيه، واطلبه بدون خوف من الطرف التاني. حط حدودك وخليك حازم، وما تسمحش لحد يتخطى حدودك ولا يحرمك من احتياجاتك العاطفية في العلاقة، وعبر عن نفسك ومشاعرك بشكل واضح وصريح. النقطة 4 وأنا بشوفها مهمة قوي قوي، ما تخافش من الثيرابي ومن العلاج النفسي. طبيب نفسي شاطر ومحترف أو طبيبة حسب يعني انت زي ما انت عايز، قادر جدا إنه يساعدك تتعمق في فهم أنماط ارتباطك العاطفي وأسبابها وإزاي تعالجها وإزاي تتعلم تكون علاقة صحية. وأنا شخصيا كنت محظوظ إن لقيت المساعدة دي، وشخصيا يعني الوسيلة دي ساعدتني كتير إني أتخطى وإني أفهم وإني أتعلم وأشتغل على نفسي وأغير نمط علاقات كان مؤلم وصعب عليا وسبب فشل كتير في حياتي العاطفية زمان. لو انتوا كابل برضو ما تخافوش تجربوا حاجة زي الكابل ثيرابي مثلا، لو مش عارفين أو مش مدركين مشاكل ارتباطكم وحاسين برغبة في المساعدة المحترفة، ممكن دي تكون خطوة على الطريق الصح لكم. باختصار، افهم نفسك، رفلكت على علاقاتك السابقة، حب نفسك وثق بيها، واشتغل على تقديرك لذاتك، تواصل مع مشاعرك وفهمها، وحط حدودك، وما تخافش تطلب اللي انت محتاجه في علاقاتك، وما تخافش من الثيرابي ومن العلاج النفسي اللي ممكن جدا يكون بداية طريقك للتعافي. واتمنى لكم كلكم علاقات مستقرة هانئة جميلة طويلة ومشبعة. دكتور لوف has left the building. Mic drop. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا وتنورتوا. لو لسه ما عملتناش سبسكرايب، اعمل لي سبسكرايب من البرنامج اللي انت بتسمع عليه بودكاست دلوقتي، وادينا ريتنج لو الحلقة عجبتك، واكتب عننا ريفيو، لأن أنا أحب جدا أسمع الفيدباك بتاعكم. ولو عندك أي أسئلة أو تعليقات أو اقتراحات للحلقات الجاية، ممكن تكتب لنا هنا تحت الحلقة، أو تبعتي على تويتر @NoorRocks، وهتلاقي التفاصيل كلها موجودة في الشو نوتس. وأي ابليكيشنز أو ويب سايتس اتكلمنا عنها في الحلقة هتلاقيها موجودة في الشو نوتس. شكرا لكم، ونشوفكم الحلقة الجاية.